في غابة هادئة تسللت أفعى كوبرا، وركزت عيناها وأنيابها جاهزة على مجموعة من السناجب الصغيرة التي تلعب، لكن السناجب تفرقت وصرخت في خوف. وفجأة خرج نمس من الظل وفراؤه منتصب، وبقفزات جريئة ومخالب حادة هاجم الأفعى وعض وخدش بشراسة. تراجعت الأفعى وأطلقت هسهسة من الإحباط. وقف النمس الشجاع حارسا وضمن سلامة رفاقه الأصغر. يواجه الكوبرا لحظاته الأخيرة بعد أن انقض عليه النمس بسرعة وخفة، فعندما تلتقي عين الكوبرا بعين النمس تدرك أن النهاية باتت قريبة. بمراوغاته السريعة وعضاته الدقيقة يحسم النمس المواجهة ويسدل الستار على أخطر أفعى في الطبيعة. في مواجهة حاسمة التقت الكوبرا السامة بالنمس السريع. رفعت الكوبرا رأسها ناشرة غطاءها في تحذير قاتل، بينما راقبها النمس بعينين حادتين. بانقضاض خاطف تفادى النمس لدغتها القاتلة وهاجم عنقها بقوة، قاضيا عليها في معركة بقاء لا ترحم. في عالم تغزوه السموم القاتلة يبرز النمس كمحارب لا يعرف الخوف. رغم صغر حجمه يواجه أشرس الأفاعي السامة، من الكوبرا الملكية إلى المامبا السوداء. يتحرك بسرعة خارقة، يناور بدقة، ويقابل اللدغات القاتلة بجهاز مناعي مذهل. لحظات تفصل بين الحياة والموت، لكنه غالبا ما يخرج منتصرا. مشهد لا يصدق، حيث يتغلب الصغير على القاتل بثقة مدهشة. النمس حيوان شجاع وماهر في مواجهة أخطر الأفاعي السامة مثل الكوبرا والمامبا السوداء. يتمتع بردود فعل سريعة وجلد سميك يساعده في تحمل لدغات الأفاعي. يعتمد على سرعته ومهاراته القتالية لتجنب الهجمات السامة، ويستغل اللحظة المناسبة للانقضاض على الأفعى وتوجيه ضربات قاتلة، مما يجعله من أشرس أعداء الأفاعي. تلك الأفاعي السامة التي ترعب البشر ونجري هاربين عند رؤيتها تواجه خصما لا يهابها، النمس الشرس. بمجرد أن تراه تدرك الأفعى أن نهايتها قد اقتربت. يهاجمها بسرعة ومهارة متفاديا أنيابها السامة، وينقض عليها بقوة ليحكم قبضته ويفتك بها بلا رحمة.